بص لاي فيديو قديم لناس في الستينات هتلاقي حاجه غريبه، كلهم تقريبا رفيعين، مفيش جيم، مفيش اكل دايت ولا مكملات، وبياكلوا عيش واكل بسمن وبيتغدوا اكل تقيل. فازاي كان شكلهم صحي وارفع مننا لو بصيت للناس اللي في الشارع دلوقتي؟ احنا اللي عندنا كل وسائل اللياقه في العالم. الاجابه مش في ارادتهم، الاجابه في حاجه اتغيرت من تحتينا كلنا من غير ما ناخد بالنا. تعال اوريك. نبدا باكبر تغيير، وهو مش اننا بناكل اكتر زي ما الناس فاكره. التغيير الحقيقي ان نوع الاكل نفسه اتقلب. زمان الاكل كان بيتطبخ في البيت من مكونات خام، خضار، بقوليات، لحمه، عيش. كان الاكل بياخد وقت ومجهود عشان يتعمل، فما كانش فيه افراط فيه. لكن في السبعينات بالظبط النظام الغذائي في العالم كله بدا يتحول. زاد الاعتماد على الاكل المصنع والاكل بره البيت والزيوت والمشروبات اللي مليانه سكر. والارقام بتوضح حجم التغيير ده. زمان كان الاكل المصنع بيمثل حوالي 20% من السعرات اللي بياكلوها، ودلوقتي بقى بيمثل 40% او اكتر، يعني الضعف. والاكل المصنع ده مش بس سعرات اكتر، ده متصمم انك تاكل منه اكتر، ومليان سكر وزيوت واملاح بتركيزات ما كانتش موجوده في اكل البيت. والابحاث بتربط زياده استهلاك الاكل فائق التصنيع بزياده الوزن بشكل مباشر. بس الاكل لوحده مش القصه كلها، في حاجه ثانيه اختفت من حياتنا. دي النقطه اللي بتفرق وبنستهين بيها تماما. اجدادنا ما كانوش بيروحوا جيم لانهم ما كانوش محتاجين. الحركه كانت موجوده جوه يومهم من غير ما يحسوا. كانوا بيمشوا لاي حاجه، للسوق، للشغل، لبيوت الجيران. المحلات كانت قريبه والعربيات ما كانتش في كل بيت. شغل البيت نفسه كان مجهود بدني، غسيل بالايد، تنظيف، طبخ من الصفر. كل ده كان بيحرق طاقه طول اليوم من غير ما حد يسميه رياضه. ده النوع من الحركه اللي العلم بيسميه الحركه اليوميه، نيت، نون اكسرسايز اكتيفيتي ثيرموجينيسيس، وهو اللي بيفرق على المدى الطويل اكتر من ساعه جيم معزوله. وبعدين دخلت العربيه في كل حاجه. الدراسات بتوضح ان الاعتماد على العربيات من الستينات والسبعينات قلل المشي وركوب العجل بشكل كبير جدا، وان عدد رحلات المشي للكبار انخفض بنسبه 32% في الفتره بين اواخر السبعينات ونص التسعينات. والابحاث ربطت بشكل مباشر بين الوقت اللي بنقضيه في العربيه وزياده احتمال السمنه. كل ما زاد اعتمادك على العربيه كل ما قلت حركتك اليوميه من غير ما تحس. ومع الاكل والحركه في حاجه ثالثه اتغيرت في شكل الاكل نفسه، حاجه بسيطه بس مؤثره جدا. حجم الوجبه العاديه نفسه كبر مع الوقت. الطبق اللي كان بيتقال عليه وجبه زمان بقى دلوقتي نص الكميه اللي بتتقدم. الاكل بقى ارخص ومتوفر اكتر وباحجام اكبر، خصوصا الاكل السريع والمشروبات. والمشكله في دماغنا، احنا بنميل اننا نخلص اللي قدامنا في الطبق بغض النظر عن جوعنا الحقيقي. فلما الطبق يكبر بناكل اكتر من غير ما نحس اننا اكلنا اكتر. يعني مش بس نوع الاكل اتغير وكميه حركتنا قلت، كمان مقياس الكميه الطبيعيه نفسه زاد. من فتره طلع ترند على السوشيال ميديا، الناس فيه بتقارن ممثلين من زمان بممثلين دلوقتي وهم في نفس المرحله العمريه تقريبا، وبيلاحظوا ان نجوم زمان بيبان عليهم السن اكتر من نجوم دلوقتي في نفس العمر بالظبط. وخليني اكون واضح، ده مش عيب فيهم ولا تقليل من قيمتهم، دول عمالقه وفنانين بنحبهم ونحترمهم. بالعكس، الملاحظه دي بتاكد نقطتنا بالظبط. نجوم زمان كانوا اصحاء بالفطره، بالاكل الحقيقي والحركه الطبيعيه اللي كانت جزء من حياتهم، من غير ما يكون عندهم العلم والوسائل اللي عندنا دلوقتي. اما النهارده النجم اللي بيهتم بصحته عنده كل حاجه تحت ايده، علم تغذيه، تمارين منظمه، اطباء، متابعه دقيقه. وهنا بالظبط الدرس اللي يخصك انت. المفروض اننا كل العلم والوسائل دي نوصل لصحه احسن واطول من اجدادنا، مش نستخدم رفاهيه العصر عشان نوصل للتخن وقله الحركه. عندنا ادوات اجدادنا ما كانوش يحلموا بيها، والمأساة الحقيقيه اننا مش بنستغلها صح. زمان كانت الصحه بالفطره لان ما كانش في بديل، دلوقتي الصحه بقت اختيار وعندك كل اللي يخليك تختارها صح. ودلوقتي اهم نقطه ويا ريت توصلك بالظبط، اجدادنا ما كانوش بيحاولوا يخسوا، ما كانوش بيعدوا السعرات ولا يحرموا نفسهم. الفرق ان البيئه اللي كانوا عايشين فيها كانت بتخليهم يتحركوا وياكلوا اكل حقيقي بشكل تلقائي. البيئه كانت شغاله في صالحهم، واحنا العكس بالظبط. البيئه بتاعتنا متصممه من غير ما تقصد انها تخليك تتحرك اقل وتاكل اكتر واسوأ. الاكل مصنع في كل مكان وارخص، والابلكيشنز بتجيب لك اي حاجه، والعربيه بتوصلك لباب اي حته، والشاشات بتخليك طول النهار قاعد. فلما تحس انك مش قادر تتحكم في نفسك افهم انك مش بتحارب ضعفك، انت بتحارب بيئه كامله متصممه ضدك. وده مش كلام يحبطك، ده كلام يحررك من اللوم. وعشان كده الحل مش اراده اقوى، الحل انك تبني جزء صغير من بيئه اجدادك جوه حياتك. امشي بدل ما تركب لو المشوار قريب، اطبخ في البيت اكتر حتى لو حاجه بسيطه. خلي الاكل مصنع استثناء مش الاساس. حرك جسمك في يومك العادي مش بس في الجيم. انت مش محتاج ثوره، انت محتاج ترجع شويه من العادات اللي كانت طبيعيه زمان واحده واحده. في المره الجايه اللي تبص فيها لصوره قديمه وتقول ليه كانوا احسن مننا، افتكر ان الاجابه مش انهم كانوا اقوى منك او اكتر انضباطا، الاجابه ان العالم من حواليهم كان مختلف. هم ما اتغيروش، الدنيا هي اللي اتغيرت. والخبر الحلو انك تقدر تختار اجزاء من العالم القديم ده وترجعها، مش كله طبعا، بس اللي هيفرق. ابدا بحاجه واحده الاسبوع ده. قول لي في الكومنتات ايه اكتر حاجه فاكر ان جيل جدودك كانوا بيعملوها واحنا بطلناها. ولو الفيديو عجبك ابعته لحد من العيله، يمكن يفكرنا كلنا بحاجه كنا ناسيينها. Stay safe.